مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريتري نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إدخال أنظمة الطاقة الشمسية في الزراعة المروية بالقاشبركة. قسم السياحة بالإقليم الأوسط ينجز أعمالا فاعلة في الدراسات والتدريب. الإريتريون في المهجر ينظمون العديد من أنشطة الدبلوماسية الشعبية. طهران تنتقد محاولة واشنطن فرض التفاوض عبر التهديد. ستارمر يدعو من بكين إلى شراكة استراتيجية شاملة مع الصين. فيتنام والاتحاد الأوروبي يرفعان مستوى علاقتهما إلى شراكة استراتيجية شاملة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أفاد المهنيون الزراعيون والمزارعون بأن استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة المروية يكتسب قبولا في إقليم القاشبركة. وأوضح مسؤول فرع الحفاظ على المياه والتربة والزراعة المروية أنه على الرغم من وجود حوالي 10,000 هكتار من الأراضي المروية في الإقليم، إلا أنها لم تزرع بعد بالكامل، وبالتالي فإن المحصول منخفض، وأن إدخال الطاقة الشمسية الذي بدأه عدد محدود من المزارعين يتم الترويج له على نطاق واسع ضمن الجهود التي تبذل لتحسين مساحة وحجم الإنتاج على مستوى الإقليم. وذكروا بأن أصحاب البساتين في مديريات تسني وهيكوتا ودقي وفورتو ساوا أصبحوا المستفيدين الرئيسيين من هذا البديل الأفضل للطاقة. وأشار الخبراء الزراعيون والمزارعون إلى أن إدخال الطاقة الشمسية مكنهم من الاستغناء عن الوقود، حيث كانت تتطلب المولدات التي ظلوا يستخدمونها في السابق استهلاكا عاليا من الوقود. ونصحوا المزارعين المتبقيين باستخدام الطاقة الشمسية، كما حثوا السلطات المختصة على اتخاذ مبادرات لضمان توفر قطع القيار وأنظمة الطاقة الشمسية ذات الجودة العالية. أفاد قسم السياحة بالإقليم الأوسط بإنجاز أنشطة فاعلة في الدراسات والتدريب خلال العام المنصرم 2025. أوضحت مديرة القسم السيدة ليا جبرآب تنظيم سيمينارات وحملات توعية لأصحاب المؤسسات الخدمية في الإقليم بالتعاون مع الشركاء بهدف تقديم خدمات جيدة وسريعة والمحافظة على النظافة، مؤكدة على أن الأعمال التي نفذها أصحاب المؤسسات الخدمية في العام الماضي لجذب العملاء تستحق الثناء، وأن أسبوع السياحة الذي تم تنظيمه قد نال إشادة الجمهور وشكل أرضية ملائمة للمؤسسات الخدمية للتعريف بمنتجاتها وجذب السياح، وسيتم العمل للدفع بها مستقبلا. وأكدت السيدة ليا بأن القسم وبالإضافة إلى نشاطات المراقبة يقوم بتنظيم دورات تدريبية لأصحاب المؤسسات الخدمية والعمال لزيادة الوعي وتقديم الخدمات الكفؤة والمحافظة على النظافة. كما يقوم القسم بتقديم النصح والاستشارة المهنية بهدف تفادي الأخطاء وسد الثغرات. قام الإريتريون المقيمون في بريطانيا وفرانكفورت الألمانية ولوزرن السويسرية والسويد بتنظيم أنشطة وطنية لتقوية تنظيماتهم وزيادة الوعي الوطني. وفق الأنباء الواردة، فقد عقد مسؤول الشؤون المجتمعية والجماهيرية بالسفارة الإريترية في بريطانيا السيد تولي يوهانس عقد لقاء مع الإريتريين المقيمين في نيوكاسل حول الأوضاع الوطنية والإقليمية والعالمية الراهنة. وفي السيمينار الذي نظمته الجالية الإريترية في نيوكاسل، أكد السيد تولي بأن زيادة الوعي والمحافظة على الوئام والوحدة وتقوية التنظيم خيار لا غنى عنه في ظل التغيرات العالمية وعدم سيادة القانون الدولي، مؤكدا على ضرورة تمسك التنظيمات الوطنية بهذه الثوابت والدفع بها. من جانبه، قدم رئيس اللجنة الوطنية للاحتفالات في بريطانيا وأيرلندا السيد هابتوب تسفاقرقيش والسيد بنيامين بايا رئيس الجالية الإريترية في نيوكاسل قدما شرحا حول سير عملية دعم بناء المدرسة الداخلية في طيعو. من جهة ثانية، عقد الاتحاد الوطني للمرأة فرع فرانكفورت الألمانية وضواحيها سيمينارا في 27 من يناير الجاري استعرضت فيه رئيسة الفرع السيدة لؤول تولي نضال المرأة الإريترية في مختلف المراحل، مؤكدة على مواصلة ذلك والعمل على تقوية التنظيم وتوريث القيم الوطنية لضمان فعالية تنفيذ البرامج الوطنية. بدورها، أوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية سيد طعامة هيلي بأن المرأة الإريترية هي العمود الفقري للمجتمع والضامن لوجوده واستمراريته، وأنهن يعملن عبر الاتحاد الوطني للمرأة على تنفيذ مختلف البرامج الوطنية. كما عبر مسؤول الشؤون القنصلية السيد كبر أبتخصي عن إيمانه بالمشاركة الفاعلة للمرأة الإريترية بالمدن الألمانية في تنفيذ البرامج الوطنية عبر تقوية تنظيمها. وقدمت مسؤولة الفرع السيدة بسرات والداي في المناسبة تقريرا عن النشاطات التي نفذها الفرع،
وفي لوزرن السويسرية عقد مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية في سويسرا والمندوب الدائم لإريتريا في مفوضية حقوق الإنسان الأممية السيد هابتوم زرآي سيمينارا في 25 من الشهر الجاري للإريتريين المقيمين في لوزرن. أكد فيه بأن تقوية التنظيم يلعب دورا كبيرا في إنجاح تنفيذ البرامج التنموية ودعا للعمل على الدفع بذلك. كما قدم شرحا حول الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية وأجاب على أسئلة واستفسارات الحضور. من جهة أخرى عقدت اللجنة الوطنية في السويد اجتماعا تقييميا لنشاطاتها في 24 من الشهر الجاري. قدمت فيه رئيسة اللجنة السيدة زايد عقبازغي تقريرا حول نشاطات اللجنة، كما قدم مسؤولي فروع اللجنة تقاريرهم وتم وضع خطة العمل لعام 2026. وفي الكلمة التي ألقاها مسؤول الشؤون التنفيذية في الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد في اللقاء، أكد فيها أهمية تعزيز وحدة التنظيمات الوطنية للدفع بتنفيذ البرامج الموضوعة. أشارت النساء المشاركات في التنمية الزراعية والمنضويات في جمعية بمديرية أسماط بأنهن يعملن على إثراء إنتاجيتهن الزراعية من خلال تطوير أنشطتهن بشكل جماعي. وقالت النساء ال12 اللواتي يعملن في التنمية الزراعية منذ عام بمديرية أسماط بأنهن بدأن العمل في العام 2023 بالتعاون والدعم من الإدارة ووزارة الزراعة وكونفدرالية العمال الإريترية، وأنهن ينتقلن إلى مستوى واعد. وقالت النساء بأنهن يحاولن حاليا زيادة دخلهن من خلال زراعة أنواع مختلفة من الخضروات والأعلاف الخضراء، وبفضل نصائح ومساعدة وزارة الزراعة فقد حققنا أهدافهن. وذكر مسؤول فرع وزارة الزراعة بمديرية أسماط السيد ولد ميكائيل برهاني أنه يتم تقديم المشورة المهنية والمعدات للمزارعين بشكل عام وللأمهات اللواتي يزرعن أكثر من 1.5 هكتار على ضفاف وادي أسماط. وأضاف أن النساء حصلن على شتول التمر قبل حوالي عام لتجربة زراعة أشجار الفاكهة طويلة العمر. وأخيرا حث السيد ولد ميكائيل المزارعين لزيادة إنتاجهم من خلال تربية الماشية والأغنام وإنتاج العلف. تنفذ برامج واسعة النطاق لحفظ المياه والتربة في المنحدرات الشرقية لمديرية عبد القيح، خاصة في إدارات ضواحي إيغيلا ومسقولة زولا وسافيرا وسيبراسو. وأوضح الخبراء الزراعيون المسؤولون عن العمل بأن البرنامج الذي بدأ في أكتوبر 2025 يتم تنفيذه في 3 محطات، وأنه حتى الآن تم رصف أكثر من 84 كيلومترا من الطرق ومعالجة أكثر من 73 هكتارا من الآبار. وأضاف أن السكان يعملون 6 أيام في الأسبوع ويشارك 450 فردا منهم في العمل يوميا. وقال المشاركون أن البرامج التي يتم تنفيذها لتوفير المياه الضحلة تنفذ بشكل جيد، وحث الجهات المعنية لتسريع بناء السدود وقنوات الري. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. انتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باغر غالباف محاولات الولايات المتحدة الأمريكية فرض التعاون على طهران عبر التهديد العسكري. جاء ذلك في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية تطرق خلالها إلى التوتر بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن طهران لا ترفض من حيث المبدأ الحوار والدبلوماسية، إلا أن أي مسار دبلوماسي يجب أن يقوم على الصدق والاحترام المتبادل وتقديم ضمانات. وكان قد جدد ترامب تهديداته لإيران وقال أن صولا ضخما يتقدم نحوها، وحذرها من أنه يجب عليها التعاون في المفاوضات بملفها النووي، وإلا ستواجه هجوما أسوأ بكثير من الذي شن ضدها العام الماضي. دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى شراكة استراتيجية شاملة مع الصين خلال الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم. وخلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بين له في بكين، شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة عمل بلديهما معا من أجل الاستقرار العالمي ومكافحة تغير المناخ وقضايا أخرى. وأكد ستارمر والزعيم الصيني خلال لقائهما في بكين ضرورة تعزيز العلاقات بين بلديهما في ظل التوترات العالمية. كما أكد ستارمر أن الصين لاعب محوري على الساحة الدولية، ومن الضروري بناء علاقات أكثر عمقا معها لا تمكننا من تحديد فرص التعاون فحسب، بل تسمح لنا أيضا بإجراء حوار هادف بشأن القضايا التي نختلف فيها.
أكد الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ أن الزيارة الرسمية لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى فيتنام تفتح فصلا جديدا في العلاقات بين فيتنام والاتحاد الأوروبي، حيث قرر الجانبان الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وأشاد الرئيس الفيتنامي بدور الاتحاد الأوروبي ومكانته كمركز عالمي رائد في مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة. بدوره أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن زيارته كانت لحظة تاريخية، حيث ارتقى الجانبان بعلاقاتهما إلى مستوى جديد. وتعد فيتنام أول شريك استراتيجي شامل للاتحاد الأوروبي في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. في الخبر الأخير، أعلنت هيئة الطيران في كولومبيا مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود المضطربة لكولومبيا مع فنزويلا. وكانت شركة الطيران الحكومية ساتينا والسلطات الجوية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة تقل 15 شخصا بينهم نائب في البرلمان فقدت قرب الحدود مع فنزويلا. وأفادت المصادر بأن الطائرة التي كانت تقل 13 راكبا واثنين من أفراد الطاقم أقلعت من مدينة كوكوتا الحدودية قبل أن ينقطع الاتصال بها مع أبراج المراقبة قبيل موعد هبوطها بقليل في مدينة أوكانيا الغريبة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إدخال أنظمة الطاقة الشمسية في الزراعة المروية بالقاش بركان. قسم السياحة بالإقليم الأوسط ينجز أعمالا فاعلة في الدراسات والتدريب. الإريتريون في المهجر ينظمون العديد من أنشطة الدبلوماسية الشعبية. طهران تنتقد محاولة واشنطن فرض التفاوض عبر التهديد. وستارمر يدعو من بكين إلى شراكة استراتيجية شاملة مع الصين. فيتنام والاتحاد الأوروبي يرفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية شاملة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.